اهلا وسهلا بيكم. معاكم مصطفى احمد من كورتيتش. النهارده هنتكلم عن ماتش الاهلي والزمالك في السوبر المصري. الماتش ده كولر قدر انه يصلح اخطاء كتير جدا عملها في ماتش السوبر الافريقي. وانا اشرح ازاي قدر انه يصلح ده، بس الاول هبدا بتشكيله الاهلي. وهو تشكيله في حراسه المرمى محمد الشناوي، قدامه خط الدفاع من الشمال لليمين يحيى عطية الله، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، واكرم توفيق. قدامهم خط النص امام عاشور، مروان عطية، واحمد نبيل كوكا. قدامهم في خط الهجوم طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، وأسامة أبو علي. أول حاجة هنبدأ هنتكلم من أول الشوط الأول، وهو كوميس فكر إنه يعمل نفس التشكيل اللي عملها في السوبر الأفريقي قبل كده. في الدقيقة التانية هنلاحظ إن جوميز بيتبع نفس الطريقة. طبعا هحط صورة للدقيقة التانية. هنلاحظ فيها ان جوميز بيماسك كل لاعب من الزمالك، ماسك كل اللاعب من لعيبه الاهلي، وبيحاول انه يضغط عليهم ضغط عالي. وبعد كده هنلاحظ برضو ان في الدقيقه الرابعه بدايه الرد طبعا من كولر، ان كولر قرب خطوط الاهلي من بعضها. هشرح ازاي، وهشرح ازاي قدر انه يصلح اخطائه يعني. بس هنتكلم مثلا في الدقيقه الرابعه، كان في لعيب من لعيبه الزمالك كانت الكوره كانت معاه. هنلاحظ ان لعيبه الاهلي كلها، كل لاعب ماسك لاعب من لعيبه الزمالك ومانع عنه الحركه تقريبا يعني هو سواء حتى لو اتحرك في اي اتجاه مثلا، هو يقدر ان هو يمسك لعيب الزمالك ده مره تانية بسرعه، وفي نفس الوقت قاطع عليهم الهجوم ان هم يحضروا هجمه. تمام. بعد كده هنلاحظ في الدقيقه الخامسة بدخول لعيب الاهلي جوه المنطقه شويه عند ناحيه خط ال 18 كده، عند نادي الزمالك، لكن الكرة بتتقطع منه. وبعد كده بنلاحظ ان اتنين لعيبة بيضغطوا على اللاعب اللي قطع الكورة من لعيبة الزمالك، وبعد كده بيقرب عليه اكرم توفيق بعد ما كان ماسك بنتايج، عشان كان متوقع ان هو كان هيبصيله. بيقرب عليه اكرم توفيق بحيث ان هو يضطر يباصي باصة عشوائية في نص الملعب، لانه كمان اكرم توفيق لما قرب عليه قطع له زاوية ان هو يباصي لبنتايج، فاضطر ان هو يباصي في نص الملعب، فالكرة بتتقطع تاني وترجع للاهلي. الكلام ده كله طبعا أثر كتير جدا على لعيبة الزمالك، لأن هم اتفاجئوا بإن كولر قدر إنه يصلح أخطائه كلها، وقدر إنه يلعب ماتش قوي جدا عليهم، وإنه يضغط عليهم ضغط عالي جدا. هنلاحظ برضو في الدقيقة السابعة بإن إحنا بنفس طريقة جوميز اللي بيحاول يقطم بيها خط الدفاع عن خط النص، بإنه مقرب كل اللعيبة من دايرة السنتر، بحيث إن هما ما يسمحوش بإن الكرة تتلعب بشكل كويس. بنلاحظ ان طاهر محمد طاهر بيهرب من رقابة بنتايج وبينزل تحت، فبيضطر طبعا بنتايج بيشاور للعيب تاني بحيث انه يمسك طاهر محمد طاهر في نص الملعب، لكن طبعا ما بيقدرش، لانه خلاص بيكون طاهر محمد طاهر هرب من الرقابة بسرعة، الا لو بنتايج هيضطر انه يسيب مكانه ويضطر انه ينزل ورا طاهر محمد طاهر. وفي الطريقة دي بنلاحظ ان الروتيشن اللي كان بيعمله كولر فاد اللعيبة جدا، بحيث ان هو خلاهم يقدروا ان هم يلعبوا في اي مركز ويلخبطوا اي فرقة. فطبعا محمد طاهر لما كان بينزل ساعات يستلم من تحت مع اللعيبه بتاعت خط النص المدافع، كان بيقدر انه يصنع هجمات بشكل كويس جدا، وكان بيتحرك بشكل كويس جدا في المساحات، لانه كان مفيش لاعب بيقدر ان هو هيمسك مثلا ان انت دلوقتي طاهر محمد طاهر لاعب نص مهاجم، فانا دلوقتي مش هعرف كمدافع انزل مع طاهر محمد طاهر لغايه نص الملعب، كده هسيب المكان بتاعي، فكده هيتضرب المكان بتاعي. فطبعا كانت خطه ذكيه جدا من كولر، كمان قدر انه يقرب الخطوط كلها من بعض. فقدر انه يهرب من خطة الزمالك بشكل كبير جدا، بحيث انه خلى لعيبة الاهلي يقربوا جدا من بعض. فهو لو لعيبة الزمالك اتحركت قدام عشان تكثف ضغط على لعيبة الاهلي، فكانوا هيتضربوا في الكور العرضية، اللي هم فعلا حاولوا يعملوا كده واتضربوا في كور عرضية في خط دفاعهم. فطبعا ما قدروش ان هم يعملوا كده. بس طبعا علشان برضو اكون صريح، لكل خطة ليها مميزات ولها عيوب. في الدقيقة 37 والدقيقة 40 هنلاحظ ان بدأت تظهر عيوب الخطة بتاعت كولر، بان انا غصب عني عشان انا مكثف ضغط قدام، ففي فرق ما بين نص الملعب وما بين الدفاع. طبعا انا ما اقدرش الوم كولر، لان انت غصب عنك مش هتقدر ان انت تعمل 100% من الخطة صح، او 100% هتطلع حاجة مظبوطة 100%. ده شيء مستحيل، لان انت بتتعامل مع بشر، مش بتتعامل مع انسان آلي. يعني لو يعني خلينا برضو يعني ما نقساش على كولر، لان كولر فعلا عمل جيم فني كويس جدا. فالجزء ده كان هو الجزء اللي فاضل، اللي قدر ان الزمالك انه يلعب عليه، لان برضو جوميز كان ذكي جدا برضو. ما قدرش انه يحل طبعا الموضوع في الشوط الاول، لانه اتفاجئ بان كولر قدر انه يصلح كل الموضوع ده. ولكن برضو انا عايز اتكلم في حاجه برضو، ان الشوط الاول يعني الاهلي جات له كميه فرص بشكل كبير جدا، بس كان الزمالك موفق بان الكور ما دخلتش في الجون.
انهم مفاولين في العارضه وكوره جت انفراد. فالاهلي بصراحه عمل جيم كويس جدا في الشوط الاول بصراحه، ويمكن لو كان عندنا لعيب قدر انه يخلص كويس كان ممكن ان احنا نطلع في الشوط الاول كسبانين بجون او بجونين. طبعا جه نزلنا الشوط الثاني، الزمالك برضو حاول ان هو يستغل الحته بتاعت نص الملعب دي، وقدر انه يلعب شويه في ما بين خط الدفاع وما بين نص الملعب في المكان ده. فالاهلي قدر ان هو يوقفه مره واتنين، بس هو الفكره كلها ان انا ما كنتش هقدر اعمل كده كتير، لان انا برضو الضغط العالي بيرهق اللعيبه. فلو انا فضلت اعمل كده وفضل الدفاع يعني فضلنا ان احنا بنحاول ان احنا نجري، عشان برضو اللي كان بيغطي الحته دي لما كانت بتتلعب فيها كوره كان احمد نبيل كوكا او مروان عطيه، كانوا بينزلوا بسرعه عشان يغطوا المكان ده. فطبعا ان انا اخلي لاعب بيضغط قدام وبعد كده ارجعه بسرعه يضغط ورا، فهو غصب عنه هيقع مني بعد كده بدنيا. فلو انا وصلت للاكسترا تايم ممكن اللاعب ده ما يقدرش يديني في الاكسترا تايم حاجه بشكل كويس، فممكن يسبب لي مشكله. فطبعا كولر اضطر ان هو يرجع لعيبه الاهلي ورا لما لقى ان لعيبه الزمالك بتعمل الموضوع ده، وبدا ان هو يلعب على الهجمات المرتده بحيث ان هو يلعب يخبط الزمالك في خط ظهره، لان الزمالك بيحاول انه يكثف ضغطه قدام، فبيروح بكره عرضيه او بطلوع بهجمه منظمه يقدر ان هو يعني يخطف كوره يوصل بيها للجون. فضلنا على الحالة دي للشوط التاني، وبرضه دخلنا في الشوط الإضافي كان الماتش فيه تبادل هجمات من هنا ومن هناك، ولكن برضه ما كنا مفتقدين ان حد من عندنا ان هو يخلص لغاية ما وصلنا لضربات الجزاء. ضربات الجزاء طبعا الحمد لله اللي احنا كسبنا فيها، بس انا عايز اتكلم في نقطة يوسف ايمن ده اللي كانت علامة استفهام ان هو يروح يشوط ضربة جزاء، لان هو الراجل كان عنده ارتجاج، فان انت تسمح له ان هو يروح يشوط ضربة جزاء فهي ما كانتش حاجة مناسبة، خصوصا لو كنا خسرنا بسبب الموضوع ده، لان هو برضو اللعيب حقه، هو اللعيب مش شايف كويس، كان واضح عليه بعد الشوط الرابع ان هو خلاص هو واقع، باين عليه جدا التعب باين جدا، وان هو تأثير الارتجاج باين عليه، فان انت تسمح له انه يشوط ضربة جزاء في ماتش مهم زي ده ما كانش قرار صح. في نقطة تانية برضو عايز اتكلم فيها، كولر للأسف عملها، وده برضو من مساوئ الخطه بتاعته، ان هو كولر كان بيسمح للعيبه ان هي تشوط من بره خط ال 18، وده كان واضح لان كذا لاعب حاول انه يشوط من بره خط ال 18، في حين ان انت عندك لاعب زي مجدي قفشه هو قاعد على الدكه، هو نزل في الشوط الثاني بس هو بدايه الشوط الثاني كان ممكن يدي لك خطوره كبيره جدا، خصوصا الراجل ده من احسن الناس اللي عندك اللي بتعرف تشوط من بره خط ال 18. فالراجل ده ان كان نزل في بدايه الشوط الثاني اظن كان هيضيف اضافه كبيره جدا. وفي النهايه طبعا انا يعني حابب اقول ان الحمد لله على المكسب وهارد لك لنادي الزمالك. على فكره في بعض اللعيبه في نادي الزمالك عملت ماتش محترم جدا جدا، زي عواد عمل ماتش كويس جدا، وناصر ماهر برضو عمل ماتش كويس، والماتش بصراحه يعني كان في تبادل هجمات من فرقتين عملوا اللي عليهم، بس الاهلي الحمد لله كان جاهز اكتر، كان واضح على اللعيبه، بس ممكن ان كان عندنا لعيب الفينش بتاعه كان متفوق في الماتش ده، يعني كان ممكن ان احنا نكسب في الماتش الطبيعي من غير ما نوصل للاكسترا تايم او من غير ما نوصل لضربات الجزاء. بس الحمد لله على المكسب وهارد لك لنادي الزمالك. وكان معكم مصطفى احمد من كورة تتش. انا الاهلي اللي كان والحاضر، انا الاسم اللي هز جبال، من الاول لحد الاخر هيفضل مصنع الابطال. انا قد الحياه وتحدي ولسه عندي قوه وعندي اعدي 1000 سد واعدي، اقوم واطلع واهد جبال.